بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صوص سويت تشيلي، من اجمل واطعم الصوصات بطريقه سهله واقتصاديه، سهله جدا، وهتعتمديه جنب كل اكلاتك ووصفاتك. يلا بينا نشوفه خطوه خطوه وهيعجبك اول خطوه حبايب قلبي، هنحط حله المقاس اللي يعجبك على النار، 200 جرام من الميه، كوبايه اللي هي مج الشاي اللي بنشرب فيه شاي ده. لكن لو الفلفل لسه هتعمليه من اول جديد مش حطيتيه على النار خالص، هتحطي حوالي نص كيلو ميه، نص لتر يعني، كوبايتين ونص ميه. وانا عشان مسوياها شويه على النار فحطيت بس 200 جرام، لان هي زي ما انتم شايفين مركزه خالص. هنحط نص كيلو فلفل مفروم، يا انت مسوياه يا تفرميه وتحطيه، لكن هياخد معانا سوا شويه، انا اختصرت الوقت. 3 معالق سكر طبعا مع التقليب المستمر. لو مسوياها زي كده، لو مش مسوياها زي هتسيبيها شويه على النار وكل شويه هتقلبي، ان احنا عايزينها تبقى ايه، مستويه خالص. بعد السكر على طول هنحط معلقتين توم مفرومين كويس، او نص راس توم نفصصها ونهرسها كويس مع التقليب. طبعا انت تقدري تعملي نص الكميه او ربع الكميه او تمن الكميه حتى. هنحط نص كوبايه خل ابيض عادي. لو مسوياها مش هتاخد وقت وتعملي اخر خطوه على طول. لو مش مسوياها لمده حوالي من 5 ل 10 دقايق على حسب قوه النار عندك، لحد ما تحسي ان هي استوت كويس قوي، بعدين نعمل اخر خطوه. اخر خطوه 3 معالق كبار نشا، او حوالي 50 جرام نشا، هندوبهم في معلقتين ميه بس، لان احنا طبعا حاطين سوائل كتير، ونضيفهم ونقلب كويس. هنقلب كويس جدا يعني لمدة دقيقتين كده، احنا موطيين النار، منها تستوي ومنها في نفس الوقت تكون غليظة شوية. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا هنحط ملح، هنحط حوالي معلقة ونص ملح، لكن انا وانا بسويها حطيت فمش هتخلص ولا. الملح طبعا بيكون على حسب المذاق، هي اسمها سويت تشيلي يعني بتبقى مسكرة، ف معلقة ومعلقة ونص ملح كفاية قوي. لكن طبعا ده على حسب الطعم بقى في بقك، لو انت متعوده على الصوص نفسه. طبعا لو انت حابه الفلفل بتاعك يكون حامي او حامي على بارد، احمر حامي على بارد، براحتك جدا. تقدري ان انت تجيبي فلفل احمر حامي، يا اما احمر حامي على بارد زي ما انا عامله حامي على بارد بس. وبالف هنا وشفا، اما تخلص اوريها لكم. بس انا كنت حابه كمان اقول ان في بعض الناس بتحط لها معلقه طماطم، لكن دي الوصفه الاصليه، على حسب ما تحبي معلقه صلصه طماطم يعني. دي الوصفه الاصليه، وعايزه اقول لكم ان هي طعمه جدا جدا. زي ما انتم شايفين ده القوام بتاعها، تقدري ان انت تتحكمي في القوام كمان. الطعم تحفه واللون تحفه. بعد ما سيبناها لحد خدت القوام ده، هي خدت معايا دقيقتين ونص بالظبط، ممكن معاكي تاخد اكتر او اقل على حسب قوه النار. وبتتقدم بالشكل دوت مع صوصات تانية، وبألف هنا وشفا، جنب فراخ، جنب لحمه مقلي او فرايد تشيكن زي ما يعجبك، جنب بطاطس، تحفه وطعمها هايل. ولو جربتيها مش هتمنعيها من البيت. وبألف هنا وشفا.